أن يرى ميسي حتى ولو بالأحلام أمنية صعبة المنال لعلي رعد، بطل فيلم ميسي بغداد الوثائقي، الذي نقل أمنيات طفل عراقي فقد إحدى ساقيه ليحرم من الاستمتاع بسحر المدورة، يبقى متشبثا بحلم مشاهدة لاعب برشلونة. إذا إن شاء الله تحققت الأمنية ورحت وشفت ميسي، ايش راح تقول للميسي؟ راح اقول له انا اكثر معجب بيك، وانا احب هواي، واحب كل نادي برشلونة، وانا اشجعه هواية واحب وايش مثيت الفيلم. فرحة ومشاعر جياشة اجتاحت قلب علي الصغير بعد موافقة إدارة نادي برشلونة بتحقيق حلمه للاستمتاع من ملعب الكامب نو بمشاهدة مباراة الكلاسيكو الأشهر عالميا ما بين ناديي برشلونة وريال مدريد. احساس هواي، فرحة كبيرة وما حد يقدر يكبيره كلش، وفرحان كلش الا احقق هذا الحلم، كلش افرح لان حشوف ميسي والتقي اول مرة، وفرحان كلش الا التقيته. أما أحلام أبو علي البسيطة تلخصت بأن يتخلص من كابوس رؤية ولده بساق واحدة. أنا أتمنى هذا الشيء، يعني وين ما كان أوصله في سبيل رجله، بس لحد الآن ماكو، يعني أي جهة جتنا ماكو من أي جهة، وهاي ما موجودة طبعا بالعراق، ما موجودة. والأي دولة يعني هسه مستعد لأي دولة يعني يطلعونه أطلعه، بس ما عندي شو أسوي، يعني إمكانيتي ما تتحمل. أمنيتي هي يكون عندي رجل، أقدر بيها ألعب طابة، وهيك ما ينقص عندي شيء بجسمي، وهيك ما حد يقدر يسخر علي ويقول له هذا المعوق أبو حكازات. هاي أمنيتي. قوة الإرادة والثقة بالنفس هما من جعلا من ميسي يتحدى مرض نقص الهرمونات إلى أفضل لاعب في العالم، والآن يستلهم علي العراقي من ميسي العزيمة والقوة ليصبح شخصا يشار له بالبنان. من بغداد، مخلد محمد، العربية.